السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم في وصفة جديدة من وصفاتنا. اليوم رح نعمل مع بعض رولات البطاطس باللحمة المفرومة. يلا مع بعض نشوف كيف جهزنا وصفتنا لليوم. أول خطوة رح نسلق 3 حبات من البطاطا ورح نتركهم لحتى يستووا بنسبة 90%، وبعد هيك نطفي عليهم النار. قشرت البطاطا وبالهراسة رح أهرسها بشكل جيد. هلأ رح أضيف عليها معلقة من البقسماط المطحون، وراح أضيف من البهارات ملح، فلفل أسود، كمون، زعتر، بابريكا حلوة، معلقة صغيرة من كل نوع. وراح أعجن بالإيد بشكل منيح لحتى تمتزج كل المكونات مع بعض. هرستها لعدة دقايق لحتى حصلت على هاي العجينة المتماسكة بهذا الشكل. وهلأ راح أبلش أكورها بالشكل اللي أنا حباه. أنا ضفت مجموعة البهارات اليوم، فيكم تستغنوا عن أي نوع من البهارات اللي ما بتفضلوها وتضيفوا أي بهار انتو بتفضلوا نكهته. أنا هنا جهزت اللحمة المفرومة، عملناها قبل كده في حشوة السمبوسك، وهلأ رح أبلش نجهز القطع. رح ناخد قطعة من العجينة بهذا الشكل، وأحاول إني أفردها على إيدي، وأضيف مقدار معلقة صغيرة تقريبا من اللحمة المفرومة، أو كيف ما بتحبوا الكمية اللي بتحبوها حسب حجم القطعة كيف حابينها تكون معاكم. رح أحاول أقفل القطعة بهذا الشكل، وبعد كده نعملها على شكل إصبع بإيدينا بهذا الشكل، نعملها رول. اعملوا الإصبع بمقدار اللي انتوا حابينه، ممكن يكون كور أو رولات بهذا الشكل اللي بتحبوه فيكم تعملوه. انتهيت من كل الكمية، وهلأ راح أدخلها الفريزر لمدة نصف ساعة لحتى تتماسك العجينة بشكل أفضل. وهلأ بعد ما طلعت القطع من الفريزر راح نجهز مع بعض التغليفة للقطع اللي معنا. في ملاحظة مهمة حابة إني أحكيها، في حال بتخافوا إنه القطع تلزق معكم في الطبق، حاولوا إنه تفرشوا تحت الطبق ورق زبدة لحتى ما تغلبكم لما تشيلوها من الطبق. هلأ أنا استخدمت حبتين من البيض حجم صغير، ضفت عليهم رشة من الفلفل الأسود، وكمان عندي البقسماط حطيت عليه رشة من الملح والفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من الدقيق الأبيض. وهلأ رح نبلش نغلف القطع يلي معانا. أول شي بننزل القطع بالبيض وبنغلفها بشكل منيح من كل الجهات، وبعد هيك رح ناخدها على البقسماط. يعني إيد نشتغل فيها بالبيض والإيد التانية للبقسماط. رح نغلفها ونضغط حتى ما يفك معنا الوجه، نضغط عليها من كل الاتجاهات بهذا الشكل، ونكمل باقي القطع مع بعض.
وهيك أنا باكون انتهيت من كل الكمية يلّي معنا. إذا حابين تقلوها في نفس اليوم دخلوها الفريزر لمدة نصف ساعة لحتى تتماسك طبقة البقسماط بشكل أفضل، وبعد هيك بننزّلها على زيت حامي وغزير على نار متوسطة لحتى تاخد لون دهبي خفيف. هلأ بإمكاننا كمان نستبدل اللحمة المفرومة بأصابع الجبنة الموزاريلا، رح تعطي طعم ونكهة كتير طيبة. أنا رح أحتفظ في الكمية يلي معي في الفريزر وممكن تقعد معنا فترة طويلة وننزلها مباشرة على القلي. بتمنى تكون وصفتنا لليوم نالت إعجابكم. تابعونا واعملوا لنا لايك واشتراك في القناة وتابعونا بكل جديد. لسه بانتظاركم العديد من الوصفات الشهية والسريعة. شكرا لكم ويعطيكم العافية.